علاج سحري للصداع النصفي. بص معايا كده. ترند على التيك توك دلوقتي بيقول لك لو حطيت توكة على حواجبك الصداع النصفي هيختفي، وفعلا ناس كتير جربت وعملت فيديوز انه فرق معاها. طب ازاي؟ اللي بيحصل يا صديقي ان الضغط الخفيف على المنطقة دي بيقلل التوتر في عضلات الوجه حوالين العين والحاجب، وكمان لما تضغط على منطقة فيها ألم المخ بيتلخبط شوية وبياخد إشارات مختلفة، فالإحساس بالألم بيقل مؤقتا. بس ركز بقى معايا، في الحقيقة اللي محدش قالها إن المنطقة دي تحتها أعصاب حسية مهمة جدا زي الفرونتال نيرف والسوبرا أوربيتال نيرف، ودول مسؤولين عن الإحساس في الجبهة، والضغط عليهم بتوكة أو مشبك ممكن يعمل العكس تماما، فيعمل تنميل أو وجع مزمن، واحتمال تلاقي بعدها تورم بسيط عشان حضرتك حبست الدم في المنطقة دي. يعني من الآخر كده ده ترند أي كلام طبعا، والصداع بيخف بالأدوية المناسبة والأكل زي التونة والماكريل والزبادي، والمية من أهم الحاجات اللي بتقضي الصداع. شير بقى الفيديو ده عشان ما تقلدوش أي حاجة كده، والسلام.